مساء الخير عليكم. انا لايف دلوقتي موجوده عند حد من اصحابي جدا، دكتوره هبه قطب كانت مستضيفاني النهارده، يعني عندنا قاعده كده فريندلي. ف نرحب بالناس. دكتور هبه من اكثر الناس اللي انا معجبه بيها جدا وبحبها وبحب شغلها. انا اللي معجبه بيها والله. انا اللي معجبه بيها، كل شويه ابعت لها اقول لها هنتقابل امتى؟ لا انا بقول لها انا بحبك قوي وانت جميله قوي وشطوره قوي. انت اللي جميله، وانا مبسوطه ان انا موجوده النهارده. والحقيقه انا دخلت البيت وهو البيت متحف، فما كانش ينفع. قلت لها بصي مش هقدر امشي من غير ما اعمل لايف. هو لايف برايفت يعني على الصفحه بتاعتي. الاعلاميين بقى يعني بتغرش ما بقدرش مش قادره. اصل انا ما قدرتش، كان لازم انتوا تتفرجوا على الحلاوه والجمال. برضه انا لازم اشارك صحابي يعني. طبعا ايوه طبعا. للناس برضه اللي ما تعرفش دكتور هبه قطب، تبقى بنت الرسام الكبير جمال قطب الله يرحمه. الله يرحمه. وهي قبل ما يتوفى اخذت منه كام لوحه كده. وانا داخله والله فعلا كاني داخله بالظبط متحف. قلت لها معلش قبل ما نمشي لازم اخد لفه كده. انا عرفت بقى ان هي داخله على طمع، انها المساله مش صحوبيه. لا بس لا والله هي داخله على طمع. الناس هتفهمني غلط. انا بحبك قوي حبيبتي. وطبعا قبل ما اعمل التصوير ده قلت لها ينفع، واستاذنتها هي عارفه، قالت لي لا طبعا. وقبل كده جه كذا حد يعني يحلالي ان حاجات بابايا تبقى الناس تشوفها كمان طبعا. يعني طبعا على المستوى الشخصي انت عارفه انا بحبك قد ايه. والله عارفه، وانت عارفه كمان من القلب للقلب. وكل شويه تبعت لي تشجعني، ست جميله، قمر بجد. فانا قلت لها بقى لازم نولي للناس لفه كده. خلينا بقى نبتدي بسرعه. ودي احنا كده هنا. بصي احنا كده دخلنا البيت. ده البيت ايوه. انا مش سايبه حاجه، اي حته ينفع مفيش كورنر ما فيهوش يعني اي حاجه ينفع اعلق فيها. دي صور الاوريجينالز بتاعه الاغلفه بتاعت الفنان جمال قطب، بتاعه اللي بابايا رسمها الله يرحمه الفنان جمال قطب. وهي بقى فيها يعني روايات من تاليف يعني احسان القدوس ونجيب محفوظ وعباس العقاد وتوفيق الحكيم و يعني ويوسف ادريس ويوسف السباعي، يعني كله. بس معلش قاعده ايوه معلش عندنا اوبسيشن بس كده. ما تقلقيش ما هو كله تمام. قولي لي خشي لي على الروايات المهمه يعني المشهوره المعروفه. حاجات نجيب محفوظ مثلا دي شهر العسل. في حاجات طبعا بيبقى مكتوب على ظهرها. دي مثلا دي حاجات مترجمه، دي كانت روايات مترجمه ليها. شوف انا لا انام ورا. لا هنروح لها. دي برضو جولفدان هانم، دي مسرحيه مشهوره جدا طبعا اتعملت. حاجات بقول لك بقى يبقى مكتوب على ظهرها. طبعا مش كلها انا فاكره ايه هي، بس يعني كمان بقى الاوريجينالز ليها طعم يعني. طبعا ما هي بتقولي اوريجينالز قلت لها ايه؟ قالت لي اوريجينالز على فكره. اخدتها منه في حياته عشان بس بقى فدي برضو اوكي. ده غير بقى الديكور بتاع البيت يعني. برضو خلينا حبيبتي نتكلم في الذوق الرفيع. دي برضو يعني دي مثلا مكتوب عليها يعني. بصي بابايا كان تفرغ يعني دي تتشال في الطباعه الحته دي يعني. فده انت عندك حتى الحاجات الاصليه اللي هو كان كاتب الحاجات فيها الدرافت اللي هو كان كاتب فيها كل حاجه. لقاء هناك دي جمهوريه فرحات، دي روايه بتاعت يوسف ادريس اديب الكبير. جمهوريه فرحات اهي باينه. الله فظيع ما شاء الله. ايه تاني؟ في بقى هنا بصي. لا تعالي بقى بصي هنا كمان. يعني انا الحقيقه لقيت انه هيبقى شكل احلى بكتير. السلم انت عاملاه بقى ايه على تحت كل سلمه صوره. توفيق الحكيم طبعا، لان هو دايما كان يعني بيحط نفسه كشخصيه في الروايه او دايما توفيق الحكيم فعلا يحط صورته. طبعا ما بقولك مش كله فاكراه. دي مش كله مكتوب عليه كمان. ومش كله مكتوب عليه، لان هو ساعات بيبقى هو يعني دي امضت اهي جمال قطب طبعا. يعني هو ده خط بابايا يعني. هو ده اللي راسم الاسم، بس احيانا كانوا بيسيبوه لهم ان هم يطبعوه طباعه عاديه. اوكي. فدي حاجات بقى. بصي دي تحف اسمها، دي حاجات تحف. كان الله يرحمه كان يقرا الروايه من الجلده للجلده قبل ما يرسم الغلاف. يعني ما كانش مجرد ان هو يقول له طب تعالى قول لي بتتكلم على ايه ويلا، لا. كان لازم حتى بتلاقي كتير قوي من احداث الروايه موجوده في الغلاف يعني. طبعا. بصي هنا
دي الحاجات الفرعونيه. تراث. اوكي. حاجات فرعونيه. دي روايه اسمها الثائر الاحمر بتاعت دي عارفاها، بتاعت علي احمد الثائر بكثير. ايوه. طبعا مش فاكره طبعا كل الاسامي بتاعت الروايات، في هتلاقي مكتوب عليها وحاجات لا. اوكي. يعني دي مثلا مكتوب عليها، هتلاقيه بكثير برضو. قضيه اهل الربع. بكثير. اوكي. بكثير اللي ما يعرفوهوش يعني يقروا له، لانه كتابه بكثير ممتعه جدا. دي اللي هي الحب فوق هضبه الهرم. دي طبعا دي معروفه قوي طبعا. اتعملت فيلم. اتعملت فيلم بتاع فيلم احمد زكي. هنا برضه ما هنش عليا اسيب العمود حتى. رهيبه لازم تستغل كل حاجه. دي انتهت بعد العمر الطويل، احسان بن القدوس. دي اعتقد دي هنا لا انام اهي. لا انام احنا جينا عند لا انام. ايوه دي اللي كنت مستنياها دي. ودي مكتوب عليها مجلس العدل توفيق الحكيم. مكتوب عليها دي برضو حرام حاجه. مكتوب عليها حرام حاجه. دي اللي هي ده ديوان شعر، ده كان افتكر ده الحاجات دي بتاعت جو ديوان شعر. ده حمار الحكيم. اوكي. والنازله دي حفيده جمال قطب. لا الو ازيك؟ انتي لايف؟ ده من عادي على غفله يعني غفله. دي حد جمال قطب، دي بنت جمال قطب، دي حفيده جمال قطب. اوكي. بيت سيء السمعه نجيب. لا الحقيقه برضو انتي محتفظه بحاجات كلها علامات. لا ودي بقى حاجات بقى عارفه التاريخيه، يعني ده تاريخ عربي، ده تاريخ جاهلي، ده تاريخ فرعوني. حتى ركن التاريخ هنا. لا الشمال هنا كمان. هنا بقى الباقي احركوا بقى اوريكوا بقى. هي زرعه كمان بره يوستفندي وليمون. ايوه. شربتني ليمون. وهنا عايزه اوري لكم هنا برضو قبل ما نخرج كان في تفاح كمان. بس خلص بقى للاسف. الشجره كمان البساط الاخضر يعني كان يعني ما احطش حاجه في النص، ما احطش مثلا حتى حمام سباحه ولا بول ولا بتاع ولا اي حاجه. انا عايزه بساط اخضر كده. وفي ورده هنا يتيمه. عشان الدنيا شتا بقى. شايفينها جميله ازاي؟ ما شاء الله. هنا بقى هنيجي بقى عند ايه؟ انا كنت من شويه بقطف انا دلوقتي يوستفندي ادتني شويه كده وقالت لي لازم تاخديهم. لقيت المستوي. ما شاء الله. بصي كمان الكونتراست بتاع الالوان بتاع خلقه ربنا، يعني احنا مهما عملنا بصي اللون الاصفر مع الاخضر حكايه. طبعا عشان الشمس صعبه قوي. ايوه بحاول اطلع انا وانتي. لا عشان الشمس. انا دايما الانترفيو لايف بعمله سيلفي. على طول. يعني لازم تلاقي ان الكلام كده طالع يبقى باين، بس عشان انا بصور فتلاقيني بقى ايه بقلب الكاميرا. لا بصي يعني الناس برضو اللي متابعيني عارفين انا قد ايه ضعيفه قدام اي حاجه من صنع ربنا. ما هو ده الصح وده الطبيعي يعني. حلو بقى، حلاوه ما شاء الله. بلكونه قد كده، بلاش بلكونه زرع كده صغيره. زراعه نعناع ان شاء الله، نعناع على شباك جنب شباك المطبخ، جنب شباك اي حاجه. ايوه والله العظيم بيفرح لما كل يوم تلاقي ان حاجه زادت، حتى لو ورقه واحده زادت بيفرح. تروحي تعملي شاي وتاخدي نعناع من عندك. يعني احنا دلوقتي لسه شاربين ليمون بالنعناع، الليمون من عندنا والنعناع من عندنا، فدي بالظبط. وهنا بقى الليمون اهو ساكن كتير ما شاء الله قوي، بس هو بدأ يخلص. يمكن عشان ندور على كام اهو. لا ثانيه، ظبطتها في واحده اهي. بس لسه ما استوتش قوي اهو. في واحده هناك خالص اهي. الليمون اهو. احساس فعلا خطير. حلو قوي. ايوه ان انت اهي كده. جبتها ظبطتها. ظبطيها واحده فوق اهي. ايوه ايوه اهي. وثلاثه هم بصي. شايفاهم في الكاميرا. شايفاهم مع بعض دول. والله انا انبسطت جدا النهارده بالاستضافه الرائعه دي حبيبتي. عندنا لسه مكان تاني هنروحه، بس انا يعني سعيده ان احنا عملنا لايف. انا ما فوتش عشان يفضل للذكرى. طبعا ستاي تيوند. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. عن نفسي انا استمتعت جدا، ولسه هيبقى لنا لقاء بعد الفاصل. لا في لقاءات تانية بعد كده غير النهارده. هنعمل بقى حاجه فيري بروفيشنال بقى على المجله
وانا اعرف دكتوره هبه مجهزه ايه الفتره الجايه كده مفاجاه علشان خاطر يعني اكسكلوسيف هتبقى معايا انا ان شاء الله. ان شاء الله دلوقتي عليها ان شاء الله. حبيبتي يا دكتور ميرسي جدا وامتعتينا. نقول الناس باي باي. باي باي.